أنا حسن عبد الرزاق العلي الصالح من محافظة دير الزور، أشتغل فني أشعة. فكنا عم نشتغل بخط غاز بانياس لاذقية، فكنا بمنطقة جبلة مستأجرين شقة للعمال وإنه فبفجر 6/2 لما صار الزلزال المدمر بسوريا، فقط على صوت الزلزال وعلى اهتزاز فيقنا الشباب القدر يهرب قدر، ضلوا 2 ضليت عيط لهم اجوا ونحن نازلين، نزل فينا البناء، صرنا تحت الركام. في احد الشباب معه موبايل قدرنا نتواصل مع صاحب الشركة اللي نشتغل فيها، دلينا نحن وين بالضبط. بعد 6 ساعات قدروا يستخرجونا من تحت. لما استخرجونا من تحت لقيت حالي انه طرفي مبتور. لما خلصت من المشفى ونزلت على دير الزور على بيتي، اتفحص بالفيسبوك بالتواصل الاجتماعي عن موضوع الأطراف، وهي بما أنه صرت أنا بالموضوع هذا. لقيت مركز أطراف قامشلي وعجبني كثير انه على الطريقة هاي. في أخي ساكن هون بالقامشلي، خبرته سأل عن المركز وشافه قال لي مركز حلو، مركز رائع، مركز حديث. فأجيت لهون، بلشوا لي جلسات فيزيائية، مع كل جلسة فيزيائية بعد ما أخلص جلسة دعم نفسي لحتى جهزوني فيزيائيا. اليوم الثاني يحولوني فيه هون على قسم الطرف، ركبوا لي الطرف المؤقت هذا لمدة 6 شهور، هلق عم يدربوني عليه. بعد 6 شهور أجي أركب الطرف الدائم. والمركز كان خدماته رائعة، نظافة، اهتمام، ما قصروا معنا بشيء، يعني أي شيء كنا نحتاجه كان فورا يلبوه. وبالفعل أنه يعاملونك أكثر من أهل. ونحن اليوم صح قضاء الله وقدره، الواحد بقصيبه، بس حلوة الإنسان يلاقي قدامه عالم تهتم فيه، عالم ترجع له الأمل أنه يرجع يمشي، يرجع يشارك بالحياة، يرجع يكون عنصر فعال بالمجتمع.